السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه رايكم بقى في البيتي فور القمر ده؟ البيتي فور ده بتحدى بيه العالم كله بمقادير يا بنات مظبوطه على الشعره. ما شاء الله تبارك الله، كان احلى بيتي فور، كان ناعم ودايب دوب. بتمنى تجربوه بطريقتي، ولو عجبكم لايك وشير، ما تنسونوش في اللايك والشير يا بنات. ويلا بقى عشان احنا مستعجلين. بصوا يا امارات، معانا 800 جرام من الزبده. الزبده يا بنات بتبقى ساقعه، ما تبقاش سايله، يعني نحطها في التلاجة ونطلعها قبلها بنص ساعة كده ونشتغل بيها. على 200 جرام من السكر البودر، ويا ريت ننخله عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات. وهنبدأ كده نمشي بإيدينا بمعلقة السكر والزبدة علشان بس ما نكسرش المضرب، وعشان يسهل علينا في الضرب. هنضربه كويس جدا يا بنات، ضربا مبرحا. والله ما عنديش يا رودي لا مضرب ولا عندي عجان، بإيدك يا ست الكل وعضي. أمهاتنا كانوا زمان بيعملوا كل حاجة بإيدهم. اقعدي كده، لو عندك ما شاء الله عافية اقعدي كده اضربي فيه ضربا مبرحا لحد ما يوصل يعني تضاعف حجمه ويوصل كده اللون زي لون كريم شانتيه. حلو كده. هنضربه كويس جدا يا بنات. وهنجيب 5 بيضات، 5 بيضات. هنفصل اربع بيضات صفار عن البياض، وبيضة كاملة. يبقى احنا هننزل باربع صفار بيض يا بنات وبيضة كاملة. هننزل بيهم مرة واحدة؟ لا طبعا، هننزل بيهم بيضة بيضة. ليه بقى؟ عشان ما يقلبش معانا بسكوت. هننزل بيهم بيضة بيضة ونضرب بيضة ونضرب لحد ما نخلص البيض يا بنات. وطبعا هنحط فانيليا، الفانيليا طبعا حسب الرغبة اللي حضرتك تحبيه. انا بحط ربع كده، ربع معلقة فانيليا. واضربه كويس جدا يا بنات. وبجيب كيلو من الدقيق المنخول طبعا، وانزل بيه. هنا بقى مرحلة العجان انتهت. احنا هنحط الدقيق وبعد كده هنقلب. بصي يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، بقلب فيه، انا ما بعجنش. لاني خلاص لا هنعجن ولا هنضرب بالمضرب او بالعجان، بايدك كده وتقلبي لحد بس ما تخلطي المكونات كلها مع بعض، ويطلع بالقوام اللي حضرتك شايفاه ده. بيبقى هش كده وجميل. هنجيب بقى كيس حلواني. الكياس عندك كيس حلواني، عندك اكياس البلاستيك دي. المهم هتجيبي البلبله بتاعتها وهتحطيها. انا هعمل بقى جزء بالكاكاو وجزء ابيض. الجزء بالكاكاو هحطه ازاي؟ هجيب 3 معالق كاكاو خام يا بنات، او اي نوع برضو حضرتك تحبيه. وهنزل بمعلقه زبده على ال3 معالق كاكاو. اعجنهم كويس جدا. بعد كده احطهم، لان هنا احنا الكاكاو زي الدقيق، فاحنا كده هنغير في المقادير. لازم نحط معاه معلقه زبده او معلقتين زيت، المتاح عندك. انا حطيت معلقه زبده وخلطته كويس جدا. هنا مقاديري مظبوطه على الشعره. والله يا بنات، انا لما دخلته الفرن انا استغربت، كان نفسي يعني انا صغرت شويه على عندي ان هو هيفرش سيكه يعني. ما فرش خالص. ما شاء الله تبارك الله. جربوا المقادير دي وانا واثقه ان انتوا هتعتمدوها وهتعملوها. خلاص. شكلنا بقى زي ما حضراتكم شايفين الابيض ودخلته فرن درجه حراره 180. رف اوسط يا بنات، بيقعد 15 دقيقه. حلو، بيطلع بالشكل القمر اللي حضراتكم شايفين. بصوا النقشه زي ما هي، قمر يا بنات ما شاء الله تبارك الله. بصوا بعد كده بقى هنيجي لمرحله التزيين دي. حضرتك بقى حره في التزيين. انا جبت شوكولاته سما. حلو، وسيحتها، ممكن حضرتك تسيحها على البخار او في الميكرويف. وجبت جوز هند وجبت سوداني مجروش وزيت. معلش المقطع ده اتحذف وانا بزينه، بس زيناه وبقى بالشكل القمر اللي حضراتكم شايفينه ده. والله يا بنات واثقه. طبعا الشوكولاته انا سيحتها، حطيت معلقتين زيت هنا ومعلقتين زيت هنا، وسيحيها زي ما حضرتك، يا اما في الميكرويف يا اما على البخار. وطلع بالشكل القمر ده يا بنات. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.